اخوتي الجزائريين، بغيت نسولكم الله يرحم لك الوالدين سؤال واحد. نسولكم سؤال واحد، شي واحد يجاوبني. واش عمركم شفتوا شي قناه رسميه مغربيه تابعه للدوله كتسب ولا كطيح ولا كتهضر بالخايب في الجزائر، ولا في شعب الجزائر، ولا في منتخب الجزائر؟ انا متبع القنوات الرسميه عندنا، حتى شي واحد ما كيقول، حتى شي واحد ما كيسب في الجزائر، وديما كنهضروا فيها بالخير. انا ما كنهضرش على قنوات ديال اليوتيوب، كاينين شي وحدين سمحهم الله كيسبوا، ولكن هذا كيمثل راسو، ما كيمثلنيش انا كمغربي، ولا ما كيمثلش الدوله بصفه عامه. ولكن نتوما الاعلام ديالكم الرسمي كيسب، قنوات رسميه عندكم كتسب، قنوات تابعه للدوله كتسب، وكتمنى الاقصاء للمنتخب، وكتمنى الشر المخزن. كيسبوا الملك، مع ذلك ان الملك ديما كيهضر فيهم بالخير. فما عرفتش اصاحبي علاش هذا الحقد وهذه الكراهيه فيكم. انا ما كنهضرش على الشعب بصفه عامه، حيت ديما كندير واحد الاستثناءات، كاين استثناءات، كاين ناس مزيانه فين ما مشيت، ولكن اصاحبي شحنتوا الشعب، وشحنتوا لا السياسيين لا فقهاء الدين، حتى هما ولاو كيهضروا بالخايب اصاحبي. فانت كمسلم اصاحبي عيب وعار انك تهضر في جارك بالخايب. راه قال لك اصاحبي جارك الا بات بالجوع، الا بات جيعان ما معشتيش فراه تحاسب عليه اصاحبي. لو كنت انت عارف وصاحبك وجارك فقير اصاحبي وما عندوش وبات جيعان، راك تحاسب اصاحبي الا كان عندك. فما بالك انت تبقى جارك تبقى تسبني؟ علاش اصاحبي؟ علاش هاد الكراهيه والحقد؟ قنوات رسميه اصاحبي كيتفرجوا فيهم دراري صغار، رجال، عيالات، كلشي كيتفرج فيهم اصاحبي، كتبقى كتسب جارك اصاحبي؟ حشومه وعيب، هذا هو الاسلام اصاحبي. الله يهديكم اخوتي، السلام عليكم.